شو بتحب اني انا ادخل تخصص في المستقبل بالجامعة؟ مش بحب ادخل الموضوع خيار عندك، انت صاحبة الخيار، لكن ايش ارى في وين انت مكانك يمكن تكوني بصراحة في الميديا، في الاعلام. انا شايف ان انت مؤثرة بشكل جيد، وعندك قدرة على التقديم وقدرة على الحوار وقدرة هذا، وهذا ما عاد موهبة بس او يعني اشي يعني شو بسموه يعني بارت تايم تشتغليه ولا شيء. لا، ممكن هذا الان علم يدرس، قدرة التواصل مع الناس والتأثير على الناس والتفاعل مع الناس. وعلى فكرة التواصل مع الناس كمان بربي الانسان. ما بصير احنا تعلمنا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ما بصير لك شيء ونعمل عكسه يعني. فهو كمان هذا الشيء حتى تكون لما تكون انت نموذج وقدوه للناس فبتخيلك في الاعلام ممكن تكون حتى في تفاصيل الاشياء، يعني بالمونتاج عندها ذائقه في اختيار الاشياء، بالتصوير عندها يعني هاي التفاصيل الاخرى كمان اللي هي اصلا لحالها تخصصات كمان. سمعت كيف تخليها تعصب؟ احكي لها اي شيء غير دكتوره، بشوفك باي شيء غير انه دكتوره. بتعصب. حابه تكون دكتوره مثلا؟ بس هو انا في مقاطع بشوفها على السوشيال ميديا انا، لا كثير ناس درسوا طب، طلاب جامعات وطالبات، فصاروا باخر سنه تقريبا. فهذا التقرير كان اغلب الطلاب والطالبات يقولوا يعني سالهم انه لو رجع فيكم لو رجع لكم زمن او لو عادت بكم عقارب الساعه الى الوراء كان ممكن تدرسوا تخصص الطب؟ قالوا لا. اغلبهم قالوا لا. ليش؟ مع كل حق خالو ابراهيم دكتور، وخالو ابراهيم بيقول لي انه صعب، ما بيقول لي انه هو مو حلو. بس ايش بيقول لي؟ انه صعب وبده جهد. هي مهنه رائعه ومهنه مقدسه وجميله جدا الى اخره، انت تعرف قدراتك. انا بالنسبه لي اراكي في الاعلام اكثر. انت تراني في الاعلام اكثر. نعم. فانت يعني مش انه انت بدك مش حتغصبني لا، ما حسبك. لا انت خياراتك. بدك يعني ادرس. بنصحك، انا بنصح. انا اني لك ناصح امين. عصومي. اوكي. طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. اوكي. هل بتميزني عن اخواني الشباب لاني انا بنت وحيده؟ جد؟ انا بميزك لصالحك مش لصالحهم. يعني بنتي وحيده، عندي 5 اولاد. صح ولا لا؟ صح. فالمدلله. نعم. فهاي لازم تحطوها ببالكم، مش الشاب وزلمه وسندي وولي عهدي وما بعرف حيكون حامل اسمي وحامل شو اسمه. لا 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 لا، بالعكس. فهذه المؤنسه يوم القيامه اول شيء. 2 بيكونوا اللي عنده بنات يا جماعه الخير بيكون له يوم القيامه يكون له وقاء من النار اذا احسن تربيتهم، عارف كيف، ودللهم. فكل الدلال للبنات. صحيح. اسمع، عشان تربي بناتك زي ما بربي ابوك بنته. بالضبط. علي صوتك طيب. تربي بناتك زي ما بربي ابوك بنته. ماشي. تمام. يا رب هيك اعصوا اشوفك انت عندك اولاد وبنات واشوف شو رح تعمل. زوجني انت مربيهم. اوكي، نروح السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. اوكي. ايش اكثر اشي بنرفز جنى؟ اكثر شيء بنرفز يعني بعصب. صح. يعني يستفز جنى اكثر شيء. عصب برفع ايده. عصومي. اكثر شيء اذا حدا ما سكر الباب وهو طالع من غرفتها. والله تفصل. انا بعرف سكر الباب. اذا حدا طلع من غرفه جنى وما سكر الباب ورا يعني بدي. طب انت ركبي جهاز الاوتو هذا. والله العظيم شو بسموه، في اوتو. اسمع يعني لا انا اشرح لك كيف. هم هذا يا عصوم بسكر الباب محترم. تمام. لا اخوانك لا مش هيك. جابوا اياد كل مره نفس الشيء قبل ما يطلعوا. بحكي لهم انه جاي تسكروا الباب وراكم. تمام. بيحكوا لي اوكي، بيطلعوا بس بدركوا الباب مفتوح. انا قلت لكم سكروا الباب وراكم، فانا بقعد اصرخ. بس انه هذا بيستفز جدا الرئيسي. هذا تخيل هذا اكثر شيء بيستفز جدا. لا بصراحه ما شاء الله يعني. والله موضوع. لا ميزات اقوى من اي سياره، حتى لو سياره كهربائيه. ممتاز. الموضوع بيعصب والله. بيعصب مضبوط. طبعا. تفضلي. انت ايش اكثر شيء بينرفزك؟ انا اكثر شيء بينرفزني عصب. هذا السؤال بصراحه. اكثر شيء بينرفزني انه اولادي يسهروا متاخر في الليل ويناموا بعد الفجر، ويعني بيناموا بالنهار وبيسهروا بالليل. عرفت كيف؟
والرسول يقول بورك لأمتي في بكورها. اوكي، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فأحس أنا بستفزني بعض أولادي مش كلهم. انت بس بتربي حكي. في شيء بيستفزه اكثر من هيك. أنا اه بستفزني أكثر من هيك. إيش هو؟ بس افتح مع موضوع موضوع الزواج. الزواج. السؤال اللي بعده. والله السؤال اللي بعده. على طول السؤال انا اللي بعده جنى. لا لأنه بكير عليه لسه. صحيح. لسه بده شو يعني قليل من النضج والوعي صحيح. وتحمل مسؤولية. نعم. يعني حدا لما بينام مضوي كل أضوية البيت والمكيفات شغالة، عرفت كيف؟ وحتى الإضاءة في الشارع لما يتركها ويسحب عليه ويروح ينام، عرفت كيف؟ وأنا أجي أدفع الفواتير. مو عشان هذا وين حس المسؤولية؟ مو عشان تطردوني من البيت خلاص تزهقوا مني. لا خلص مع السلامة الله معك. تمام؟ نغير الموضوع ونغير السؤال. يلا. لو اجتك بنت تانية غير جنى مم. شو راح تسميها؟ بنت جنى 2. عليه. طيب جنى 2. شو راح اسميها؟ انا والله بسميها. انت رح تسميها، شو رح تسميها؟ ما بعرف بس انه الاسم حيكون علي. خلص اوكي ان شاء الله. انا صراحة في كثير اسماء ببالي. إيش؟ انا كثير. مثل ايش مثلا؟ اه اه ما بعرف هيك في كثير اسماء انا حلوة للبنات بس انا ححاول هيك اسميها اسم يعني ما يكون منتشر. ما يكون منتشر. مم. طيب اوكي بس ان شاء الله يصير عندنا بنت تسميها انت يعني. اوكي الله كريم. طيب خلاص. هل راح تحب هاي البنت زي ما بتحب جنى؟ راح احبها. بحب كل اولادي وبناتي. انا ما عندي فرق شو اسمه، ما عندي فرق بالحب، عرفتي؟ في واحد بثق فيه اكثر، اعتمد عليه اكثر في جوانب، في واحد ثاني ما اعتمد عليه اكثر. مثلا جنى ما اعتمدش عليه ولا شيء الحمد لله مثلا، يعني في اشياء حسب. طب ليه؟ او اذا ايش؟ لا بمزح. ايوه. شو كمان؟ بس انا ان شاء الله بس يجي. بس انت تتوقع في بنت يعني غطى يعني او شيء؟ لا تفضل طلعي من الاشاعات. تفضل بطلت بدي انا انه أوكي. تجينا اخت. يانا هي صغيره كانت تقول دائما بدي انا اخت، بدي اخت. حتى لما اجى سند لما عرفنا انه ولد انا عيطت. صح. بس هلا بعدين اكتشفت انه لا منيح لحالها عشان تبقى المدلله. صحيح. بابا هل انت بتميز بين جنى ونور؟ هلا هي صارت تتساءل ولا هي تسال؟ هلا المخرج بيسالني هلا من الاسئله السؤال هل انا بميز بين جنى ونور؟ بياخذوا النور اكثر مني. لا هاي عيني وهي عيني، تنتين بالعكس بناتي. ماشي. اوكي. يعني بس عملت فيهم عمليه هلا شو الوضع؟ تغير شيء؟ هلا جنى بشوف فيها اضعف شوي من نور. كثير منيح. اوكي بابا مين شجع جنى على الحجاب؟ مين شجع جنى على الحجاب؟ كلنا شجعناها ولا لا؟ صحيح. بس معلومه اي ثينك حكيناها من قبل انه بابا كان اكثر حدا يعني مش ما بدي اتحجب، كان بيأخر بالحجاب.